صباح الخير يا أميرة. صباح الخير يا حبيبي. ايه بتعمل ايه؟ كنت بعمل قهوة، عندك معايا؟ لا تسلم والله. أنا بس عايز أطلب منك حاجة. أموري. ماما جاية النهاردة يعني عايزك ايه تظبطي لها غدوة حلوة كده النهاردة وتجيبي لها بقى ومعاك 1000 جنيه. حاضر ماشي. بس عايزك بقى ايه حاجة يعني تلبينا كده. عيوني جميلة. تسلمي لي يا رب تسلمي لي. ماشي يا حبيبي، انت رايح الشغل؟ هتيجي على الغدا؟ إن شاء الله. اوكي. عايز حاجة؟ لا يا حبيبي شكرا. تمام. كمان عايزني اجيب لها عباية؟ ماشي يا حماتي. بتشوفي احلى عباية. ايه اللي هي بتقوله ده؟ ادينا جبنا الغدا بالسم ان شاء الله. قال كمان عايزني اجيب لها عباية. اما اشوف محل عبايات هنا ولا حاجة. ايه ده؟ يا نهار أبيض. ايه اللي خدته من الزبالة ده؟ عباية احسن، هو لمعمها بس كده الحمد لله. أنا مش هنسكت على الموضوع ده. احط العباية عشان محدش يشوفها. يا الله الريحة. اتصل على اختي اشوفها تعمل ايه عبال ما حماتي دي تيجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة حبيبي. جبت لك؟ جبت طبعا. وجبت العباية؟ جبتها. طب خلاص انا هقوم احضر. هي هتتأخر طنط؟ لا جاي ده انا هغير بس عقبال ما تيجي. يلا اكيد. أميرة خلاص عشان امي بترن الجرس. يلا تمام يا حبيبي انا بحضر اهو. اتفضلي يا حماتي يا روحي. اتفضلي منورانا والله يا حماتي. انت عامل ايه؟ والله الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله. منورانا والله. في ريحة كده غريبة عنك في ايه؟ لا عادي عادي بس لا كده. ريحة وحشة. مش عارف والله. حاجة أكون حاجة ميتة هنا ولا ايه؟ دلوقتي سامع بيها. عنا بيها بس عشان نجهز الاكل كده عشان ناكله. ليه يعني مفيش داعي والله؟ ده انت منورانا والله. الله يخليك. دايما في خيرك يا رب. أميرة ايه يا بنت جهزت الاكل؟ جهزت. ايه ده؟ ايه؟ هو دي الاكل اللي قلت لك جاهزين ماما؟ نعمة ربنا مالها؟ حلوه مفيش مشكله بس انا بقول لك جهزي ماما حاجه حلوه كده. حلو، انت ما حددتش عايز ايه، ودي نعمة ربنا قول الحمد لله. خلاص طب يلا. هيتنطط ما كانوش 1000 جنيه اللي طالبها. منوره يا حماتي والله. وجودك يا رب. ربنا يخليك يا رب. انت عامل ايه؟ الحمد لله. ايه ده ماما؟ تعالي رايحه فين؟ ايه يعني؟ دلوقتي تعرفي يا حماتي اسمولي بس. خير يا رب. خير والله انت منورانا. ماما عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ سلمي على ماما. حط الاكل سلمي على ماما. معلش يا حماتي شوفوا بنتك بقى جهزاني كده. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله نعمة وفضل. لا هو انا ما هو نعمه والله وفضل. كل واحد نعمة وفضل. ما هو نعمه وفضل والله يا حماتي. بس شوفي يعني بنتك مجهزه لك ايه يعني بفكر جهزت لك حاجه حلوه يعني. وبعدين انت مش قلت لي ان امك اللي جايه مش امي؟ امك ايه يا ست عالي؟ مش ام واحد. هي امك هي امي. ايه الفرق يا حبيبتي بين ام وام؟ وليه يا حماتي؟ مفيش فرق يا حبيبتي بين ام وام يا حبيبتي. لا هي بتعمل فرق يا حماتي والله. طب ليه بتعمل فرق ليه؟ ما اعرفش يا حماتي يا بنتي. بالعكس ده هي اهم مني، ده هي اللي قاعده معاك دلوقتي. لا انت لسه ما شفتش الاسود من كده يا حماتي. لا خير. هاتي العمال انت جبتها لهم. في ريحه عندي شرابيره يا بنتي في دي في الزباله يا ماما. هاتي العمال انت جبتها لهم. مش عارفة. ايه الزباله عارفين عندي بقول لك هاتي العمال انت جبتها لهم. هاتيها. بص يا حماتي. زعلان عشان جايبه هي لامك. هاتي يا حماتي. جايبه عمال الزباله لامي. هي دي الروحه اللي كان امسحتكم؟ ايوه يا حماتي جايبها لامي. انت تقبليها اللي انت جبناها لي يا بنتي؟ شوفي يا حماتي. ليه يا حبيبتي كده؟ ما انت طالعه من بيت شبع يا حبيبتي ومن بيت عز ليه؟ ماما مش عارفه هي قالت مني، ده هي قالت مني يا حبيبتي. انت عارفه في خيرها وخير ابنها. ليه كده؟ ليه بتأثري بينا يا بنتي؟ بنتك يا حماتي
خلت امي ما بتحبش تدخل عند البيت اصلا يا حول الله يا رب. بسبب معاملتها. طب ليه يا ام؟ دي ست كبيره يا حبيبتي ليه؟ يعني انا لما عرفت كده ما كنتش مصدق والله يا حماتي. انت مقدريها انا، انت تقدري ان حد يعمل معايا؟ ما تعرفيش اللي عملت معايا هتعمل معاكي ايه؟ عملت ايه معاك؟ هتعمل معاكي ايه؟ عملت معاكي حاجه ست كبيره زيهم كانت. عايز نعرف امي عملت معاك ايه؟ اسألها. يسالوني؟ هيسالها على عملت معاك ايه؟ يعني بعد الجواز تيجي عندك، طب هي كانت اكيد من معاملتك، اكيد يا بنتي من معاملتك. اديك شفت معاملتها يا حماتي. لا اكيد من معاملتك كده ينفع برضه؟ ينفع تتصلي بحماتك وتعتذري لها وتجيبيها وتبوسي ايديها وراسها، عشان دي مش تربيتي اللي انا ربيتها لك. انا حبيت بس اوريك يا حماتي حقك عليا يا ابني. انك بتشوفي تربيه بنتي، حقك عليا. وتشوفي اللي بتعمله وتشوفي معاملتها ما ايه. قصرتش بينا، احنا كده ما عرفناش نربيكي كده. بتجيب عليها من الزباله عشان تلبسها لي. تقبلي ان امك تلبس دي؟ لا ما اقبلش طبعا. طب اشمعنى؟ لا كده عيب، كده قله ادب، اشمعنى؟ ما هو امه اللي انت اللي هو شقيانه عشان يخليكي ست بيت وخليكي زي هي ما بتحبنيش. اشعارات معاملتها ليا ما تحبنيش. قبل الجواز ما كانش عايزاني اتجوزه. مع قبل الجواز شكل، دلوقتي بقيت ماما كان عندها حاجه، كان عندها حاجه انها تعمل كده. عندك كده يعني؟ ما عشان كانت حاسه بمعاملتها في انت اصلا. انت بقى تعوضيها، انت ما كنتش عايزاني بحبك وحنيتك عليها كانت هتبقى زي الفل معايا. عمرها يا بنتي ما كنت هتبقى. بدات حبيبها يعني انت كنت محضره الاكل ده لحماتك؟ مديها 1000 جنيه يا حماتي. كمان؟ مديها 1000 جنيه وقلت لها ظبطي اكل كويس عشان امي جايه. ده قيمتها يعني برضه دي؟ على فكره اللي بيحط قيمته. معلش يا حماتي، يا ريت تاخدي بنتك معاك وانت مروحه. حقك يا ابني، حقك، انا ما اقدرش اقول. بصراحه انا ما اقدرش انها تعيش معايا وهي تكره امي. لا ما ينفعش. وبعدين انا يوم ما عايش واحده في بيتي، انا عايش واحده تحبني وتحب امي. اكيد طبعا، يبقى انت مالكش بلاش خير فيك بلاش خير في امك. خلاص بنتك معلش. هي كده ما ينفع. حقك عليا، حقك يا ابني. اتفضلي يا حماتي. حقك يا ابني، حقك عليا. كان نفسي نكون معاكي بالواجب بس بنتك يا حماتي اللي عملت كده. اتفضلي يا ست هاني، اتفضلي قدام مين؟ اتفضلي اتفضلي كده، جبت لك انا ما قصرتش على بنتي.